بيبدأ الجزء الثالث من سبايدر مان مع بيتر باركر اللي بيكون بقى مرتبط بحبيبته ماري جين، وبيروح بعدها يتابع عرض مسرحي ليها، وفي نفس الوقت بيكون أقرب صحابه ليه هاري بيتابع العرض من مكان أعلى، وده لأنه مستني فرصة عشان ينتقم من بيتر اللي بيكون فاكر إن هو اللي موت أبوه. ولما بيخرجوا من العرض بيتر بيشوفه وبيحاول يشرح له إن هو اللي ما موتش أبوه، لكن هاري ما بيصدقهوش وبيقول له إن هو هينتقم منه، وبيركب عربيته بعدها وبيمشي. وبنشوف بعدها هاري في المعمل بتاع ابوه، وبيكون اخد جرعه من الغاز اللي بيديله 8 اضعاف قوته، وبيستعد بعدها عشان ينتقم من سبايدر مان اللي بيكون ساعتها قاعد مبسوط مع ام جي في مكان لوحدهم. وفجاه بينزل نيزك صغير من السماء وبيقع على مسافه قريبه منهم، وبيخرج من النيزك ده كائن شكله غريب وبيتحرك، لكن بيتر بيمشي بعدها وما بياخدش باله ان الكائن ده متعلق في السكوتر بتاعه. وبنروح بعدها المسجون اسمه فلينت، بيكون قدر ان هو يهرب من السجن، وبيوصل بعدها البيت وبيدخل من الشباك عشان يشوف بنته المريضة اللي بتكون نايمة ساعتها. ومرات فلينت بتشوفه وبتطلب منه ان هو ما يزورهمش تاني، وده لان فلينت متهم بجريمة قتل وهربان من السجن. وفلينت بيشوف بنته اللي صحيت وبيوعدها ان هو مش هيرجع البيت قبل ما يجيب لها فلوس العملية اللي هي محتاجة لها. وبنرجع لبيتر اللي بيزور عمته وبيقول لها ان هو ناوي يطلب ايد ماري جي للجواز، ومي بتفرح جدا بالخبر ده وبتدي بعتها لبيتر خاتم جوازها اللي عم بيتر اداهولها زمان، وبتقول له يقدمه هديه لام جين. وبيتر بيكون على السكوتر بتاعه عشان يقابل ام جي، وفجاه هاري بيهجم عليه من ظهره باللوحه الطائره اللي اخترعها ابوه، وبياخد بيتر وبيطير في السماء وبيضربه. وبيتر ما بيكونش يعرف لسه ان هو ده هاري، وهاري بيخرج اسلحه حاده وبيجرح بقى بيتر اللي بيحاول ساعتها ان هو يضربه بالخيوط بتاعته، لكن هاري بيضربه بالحوامه بتاعته، وبيتر بيتخبط في حته مبنى وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيعرف ان هاري هو اللي عمل كده، وانه لسه عاوز ينتقم منه ويموته. فبيحاول يشرح له انه اصبر ان ابوه هو اللي قتل نفسه لما كان بيشتبك معايا، لكن هاري ما بيسمعلوش وبيهجم عليه تاني وبينزل فيه ضرب. وبيتر كل ده بيحاول يدافع عن نفسه لحد ما خاتم الجواز اللي هيقدمه لام جي بيقع، وبيتر ما بيقدرش يلحق الخاتم بسبب هجوم هاري عليه، لكن بعدها بيشتبك مع هاري وبيقدر ان هو يوقعه من على الحوامه بتاعته، وبيقدر بعدها ان هو ياخد الخاتم من تاني، وبيبدا ان هو يهرب من هاري عشان يتجنب ان هو يشتبك معاه. لكن هاري بيصمم ان هو يموت بيتر وبيبدا يطارده بالحوامه بتاعته، وبيخرج بعدها سيف متطور وبيحاول ان هو يضرب بيه بيتر، ولما بيفشل بيخرج مجموعه من الاسلحه الحاده وبيوجهها على بيتر اللي بيقدر يوقع كل الاسلحه دي بخيوطه، وبيمسك اخر واحده فيهم وبيضرب بيها هاري وبتنفجر قدامه. ولما هاري بيعدي من الانفجار ده بيخبط في خيط من خيوط بيتر اللي شد قدام هاري زي الفخ، فهاري بيقع بعدها على الارض وبيغمى عليه، وبيتر بينزل عشان يطمن عليه بسرعه، وبيلاقي ان قلب هاري بعدها ما بينبضش، فبياخده بسرعه وبيوديه للمستشفى. وهناك هاري بيدخل اوضه العمليات والدكاتره بيحاولوا انهم ينقذوه، وبنروح بعدها لاسم الشرطه، والضابط هناك بيبلغ مأمور الاسم بهروب المسجون فلينت، وبنتفاجئ ان فلينت هو المتهم الرئيسي لموت عم بيتر، وان اللي قتله مش الحرامي التاني اللي سرق فلوس المراهنات زمان. وقوات الشرطه بيكونوا بيطاردوا فلينت جنب معمل ابحاث فيزيائيه في منطقه معزوله، وفلينت بيعدي سور المركز ده وبيدخل يستخبى في مكان مليان بالرمل اللي الباحثين بيكونوا بيعملوا عليها تجارب عشان يستخرجوا منها ماده السيليكون. والعلماء في المركز ده ما بياخدوش بالهم من وجود فلينت وبيبداوا التجربه بتاعتهم، وبيظهر جهاز غريب بيبدا ان هو يلف بسرعه رهيبه حوالين فلينت وهو محاصر فوق كوم الرمل ده، وفلينت بيتحاصر جوه الجهاز وما بيقدرش ان هو يهرب، والجهاز بيبدا يغير في تكوين خلايا جسمه اللي بتبدا تتحول في بلورات شبه حبيبات الرمل، وجسم فلينت بيبدا ان هو يتلاشى بعدها وبيتحول لرمل وبيختفي بعدها وبيتوه وسط الرمال اللي موجوده في المكان. وبنرجع لهاري اللي بيكون فاق في المستشفى، والدكتور بيبلغ بيتر بعدها ان هاري عنده فقدان مؤقت في الذاكره. ولما ايتر وام جي بيشوفوه هاري ما بيكونش فاكر اي حاجه عن الحادثه، ده غير انه بينسى تماما ان هو كان عاوز ينتقم من بيتر. وفي معمل الابحاث اللي فلينت اختفى فيه بنشوف الرمله بتبدا تتجمع جوه المكان اللي بيكون فلينت بقى جسمه مكون منها، وبيبدا بعدها ان هو يقوم بصعوبه بعد ما التجربه غيرت خلايا جسمه لحبيبات رمل، وبيقدر بعدها ان هو ياخد سلسله بنته بصعوبه وبيرجع لشكله الطبيعي وبيخرج من المكان بعد ما بقى عنده قوه خارقه. وبيتر ساعتها بيكون في بيته وام جي بتزوره وبتقول له انه كل النقاد كتبوا عنها في الجرايد انها ممثله فاشله، فبيتر بيحاول ان هو يواسيه
يواسيها، لكن بيسمع ساعتها نداء من الشرطه وبيلبس بدله سبايدر مان وبيسيب ام جي وبيخرج، وده لان بيكون في رافعه عملاقه السواق بتاعها فقد السيطره عليها، والرافعه بتبدا تدمر مبنى عالي بيكون موجود فيه بنت اسمها جوين ستيسي اللي بتكون بتصور ساعتها اعلان في المبنى ده، وجوين تبقى بنت كابتن ستيسي رئيس قسم الشرطه وزميله بيتر في الجامعه، واللي بتكون ساعتها هتقع من فوق المبنى اللي اتدمر، وبيكون في مصور صحفي اسمه ايدي بيشتغل في جريده ديلي باجل بيصور اللي بيحصل ده، وبيقابل ابو جوين ساعتها وبيقول له ان هو مرتبط ببنته، وبيوصل سبايدر مان في الوقت المناسب وبيطير في اتجاه جوين اللي بتقع من فوق المبنى، لكن سبايدر مان بيقدر ان هو ينقذها قبل ما تقع وبينزلها على الارض، وجوين بتروح لابوها بعدها، وايدي بيبدا يصور سبايدر مان وبيقول له ان هو مصور الجديد في الجريده لان بيتر بالنسبه له هاوي، وسبايدر مان بيسيبه بعدها وبيمشي، وايدي بياخد الصور وبيروح لجريده ديلي باجل عشان يبيع الصور لجيمسون رئيس التحرير، وبيوصل بيتر بعدها هو كمان وبيحاول يبيع صور سبايدر مان لجيمسون، فجيمسون اللي ما بيطيقش بيتر بيفضل ان هو ياخد صور ايدي وبيكون عاوز يدي لايدي كمان مكان بيتر في الشغل، لكن في الاخر بيقول لهم انه اللي هيجيب له صور احسن هو اللي هيفوز بالوظيفه، وايدي بيقول لبيتر ان هو هياخد الوظيفه دي مهما حصل، وبيكون في احتفال بعدها هيتعمل قريب لسبايدر مان بسبب انقاذه لجوين بنت رئيس الشرطه في المدينه، وبنشوف بيتر بعدها مع هاري اللي خرج من المستشفى وبيلاحظ ان هاري لسه محتفظ بقوته الخارقه بسبب التركيبه اللي كان متعرض لها، لكن هاري ما بيكونش يعرف ايه هو سر قوته ده، وام جي بيستغنوا عنها في المسرحيه وبيجيبوا بدلها ممثله تانية، فبتخرج من المسرح وهي محبطه جدا، وخصوصا لما بتشوف الاحتفال الكبير اللي معمول لسبايدر مان لانها بتحس ساعتها بالغيره، وبتقابل بيتر بعدها وبيكون بيستعد عشان يظهر بزي سبايدر مان في الحفله اللي معموله علشانه، وايدي كمان بيكون موجود وبيقابل جوين وبتقول له مش معنى انها شربت معاه فنجان قهوه انها بتحبه، وفي نفس الوقت فلينت بيكون ماشي في الشارع وشرطيين بيتعرفوا عليه وبيبداوا انهم يطاردوه، لكن فلينت بيهرب منهم وبيستخبى في عربيه رمل مركونه في الشارع، فشرطي منهم بيطلع فوق العربيه عشان يدور عليه، لكن بيلاقي فجاه فلينت اختفى وسط العربيه، وفجاه فلينت بيضربه ضربه قويه وبيرميه من فوق العربيه وبيتحول بعدها لعملاق من الرمل، والشرطيين اللي موجودين بيفتحوا عليه النار، لكن فلينت بيهجم عليهم زي العاصفه الرمليه وبيطيرهم كلهم وبيهرب من المكان بعدها، وفي مكان الاحتفال اللي معمول لسبايدر مان ام جي بتقابل هاري اللي بيكون لسه فاقد الذاكره وبتقول له انهم استغنوا عنها في المسرح، وجوين بتقدم سبايدر مان للجماهير اللي موجوده، وسبايدر مان بيوصل بشكل استعراضي وبيبدا ان هو يحيي كل الموجودين، والجمهور بيطلب منه بعدها ان هو يبوس جوين، وسبايدر مان فعلا بيعمل كده، وام جي بتشوفه وبتزعل جدا وبتحس بالغيره، وفجاه بيوصل فلينت على شكل عاصفه رمليه وبيطير ورا عربيه نقل اموال لسه متحركه من البنك ومليانه فلوس، وبيكسر سقف العربيه وبيهجم على افراد الامن اللي بيحموا الفلوس وبيغرق العربيه كلها بالرمل، لكن قبل ما ياخد الفلوس سبايدر مان بيوصل وبيدخل العربيه وبيطلب منه ان هو يسلم نفسه، لكن طبعا فلينت بيرفض وبيضرب سبايدر مان وبيرميه بره العربيه، بس سبايدر مان بيمسك بخيوطه في العربيه وبيرجع يهاجم فلينت، وفلينت بيستخدم قوته وبيحول ايده لمطرقه كبيره وبيضرب بيها سبايدر مان، واللي ساعتها بيركز بس ان هو ينقذ الموظفين اللي في العربيه قبل ما يخبطوا في عربيه تانية، والعربيه بتتقلب فعلا بعدها بسبايدر مان لان فلينت بيكون قدر ان هو يهرب منها وبيراقب من بعيد اللي بيحصل، وسبايدر مان بيطير بعيد بعدها وبيخلع القناع بتاعه عشان يفضي الرمله اللي دخلت جوه بدلته بسبب فلينت، وبعدها بيكون عازم ام جي في مطعم شيك وبيتفق مع مدير المطعم انه يقدم خاتم الجواز في مشروب ام جي لما بيتر يديله اشاره، وام جي بتوصل وبتقول لبيتر انها حزينه بسبب فشلها في التمثيل، وبيتر بيحاول ان هو يواسيها لكن بينسى نفسه وبيفضل يتكلم عن بطولات سبايدر مان، وجوين بتكون موجوده في المكان بالصدفه وبتقابل بيتر وبتسلم عليه وبتقول له يا ريت يبعت لها صورتها مع سبايدر مان اللي اتصورتها في الحفله النهارده، وام جي بتتضايق جدا وبتحس بالاهانه وبتسيب بيتر بعدها وبتمشي. كابتن ستيسي رئيس قسم الشرطه بيكلم بيتر بعدها ويطلب ان هو يقابله هو وعمته ماي، وبيقول لهم ان المتهم الرئيسي بقتل عمه زمان هو فلينت اللي هرب من السجن مش الحرامي التاني اللي بيتر كان فاكر ان هو اللي قتل عمه، فبيتر بيتعصب جدا لما بيسمع الكلام ده وبيرجع لبيته وبيستنى يسمع في الراديو عن اي مطارده وبيتمنى ان تكون الشرطه بتطارد فلينت عشان ينتقم منه، وام جي بتزوره في البيت وبتكون عرفت الخبر وبتطلب من بيتر ان هو ما يدورش على الانتقام، لكن بيتر بيقول لها انه مش محتاج نصايح من حد، وبيفضل بيتر مستني ان هو يسمع نداء من الشرطه او اي مطارده لفلينت لحد ما بينام ببدله سبايدر مان وبيحلم باللي حصل لعمه على ايد فلينت، وفجاه بيظهر الكائن الطفيلي الغريب اللي نازل من الفضاء وبيبدا ان هو يندمج مع جسم بيتر، وبيحاول بدله سبايدر مان بعدها للون الاسود، لكن بيتر في نفس الوقت
بيحس بقوه رهيبه وثقه كبيره اكتر من الاول، وبيظهر عليه بعدها ان طبيعته اتغيرت وانه بقى شرير اكتر، وبيروح يودي عينه بعدها من السيمبيوت ده للدكتور بتاعه في الجامعه عشان يدرسها، والدكتور بيحذره منها وبيقول له ان كائن ده طفيلي وان عنده صفات تخليه يسيطر على اي جسم بيستضيفه. لكن بيتر ما بيسمعش كلامه، واول ما بيسمع ان الشرطه بيضربوا فلينت بيلبس البدله السوداء اللي الكائن اللي اسمه فينوم بيسيطر عليها، وبيخرج من البيت بعدها عشان يطارد فلينت، وبيوصل لمكان فلينت وبيشوفه وهو متحول لرمل، وبينزل لانفاق تحت الارض، وبيكون موجود ايدي وبيبدا ان هو يصور سبايدر مان اول ما بيوصل. لكن سبايدر مان بيشد منه الكاميرا بتاعته وبيكسرها له، وبينزل بعدها ورا فلينت في الانفاق، وايدي بيخرج كاميرا تانية احتياطي وبيكمل تصوير. وسبايدر مان بيشوف فلينت في الانفاق وبيواجهه ان هو اللي قتل عمه، وبيبدا ان هو يشتبك مع فلينت وبيضربه على قضبان القطارات اللي موجوده، والقطارات بتكون عماله تعدي من جنبهم، وسبايدر مان بيمسك وش فلينت وبيخبطه في قطر منهم، ووش فلينت بيبدا يتلاشى. لكن فلينت بيقدر ان هو يرجع جسمه من تاني بعد ما بيسترد قوته من الرمله اللي موجوده في الارض، والفلوس اللي سرقها لعمليه بنته بتكون وقعت، وسبايدر مان بيضربه بيوقعه في بركه ميه جنب الفلوس، وجسم فلينت بيبدا ان هو يدوب في الميه، وسبايدر مان بيلاحظ ان دي نقطه ضعفه، فبيطير على ماسوره ميه عملاقه وبيكسرها وبيغرق فلينت لحد ما جسم فلينت بيتلاشى تماما. وبيتر بيخرج بعدها وبيظهر عليه انه مش في حالته الطبيعيه، لما بيرجع للبيت بيزعق لصاحب البيت اللي بيساله عن الايجار، وصاحب البيت بيتصدم جدا من تصرف بيتر. وبيتر بعدها بيشيل بدله فينوم في صندوق وبيروح لعمته مي في بيتها وبيبلغها ان سبايدر مان قتل فلينت اللي قتل عمه. لكن بيتر بيتفاجئ ان مي مش مبسوطه وبتقول له ان سبايدر مان مستحيل يقتل، وبنرجع لام جي اللي بتكون محبطه وبتفضل ساعتها انها تكلم هاري، وبتروح له البيت بعدها وبيقضوا وقت كبير مع بعض. وبعد ما ام جي بتمشي هاري بيشوف صوره ابوه وبترجع له ذاكرته من تاني، وبيعرف انه لازم يرجع ينتقم من بيتر باركر اعز اصدقائه سبايدر مان، فبيروح يخطف ام جي بعدها وبيطلب منها انها تقطع علاقتها ببيتر تماما والا هيقتله. وفعلا ام جي بتقابل بيتر وبتقطع علاقتها بيه عشان تنقذه، وهاري بيكون بيراقب اللي بيحصل ده وبيكون مبسوط جدا انه كسر قلب بيتر. وبيقابل بيتر كمان بعدها وبيقول له ان ميري جين سابته لانها بتحبه هو، فبيتر بيتصدم من كلام هاري ليه وبيمشي من المطعم وبيلبس بدله سبايدر مان اللي فينوم مسيطر عليها، وبيروح لبيت هاري بعدها. وهاري بيشوفه وبيستفزه وبيقول له ان من النهارده ام جي بقت حبيبته هو. وبيتر طبعا لما بيسمع الكلام ده بينزل في هاري ضرب، وهاري بيحاول بعدها ان هو يطعنه بخنجر، لكن بيتر بيمسك ايده، لكن بيكون هاري لابس بدلته المسلحه وبيهاجم بيتر بيها، لكن بيتر بيتغلب عليه وبيكسر له السلاح ده وبيكمل ضرب في هاري بعدها. وهاري بيحاول ان هو يخلص على بيتر، وبيدخلوا هما الاثنين في مختبر هاري، وهاري بيشغل اللوحه طائره بتاعته وبيهاجم بيها بيتر، لكن بيتر بيحط هاري قدام اللوحه واللوحه بتخبط فيه، وهاري بيقع على رف القنابل وبيتكسره. وبيتر بيقول له ان هو ما قتلش ابوه، لكن ده ما يمنعش ان عارف ان اصبر بيحتقره. وهاري بيتصدم وبيتعصب جدا من كلام بيتر وبيرمي عليه قنبله وهو ماشي، فبيتر بيمسكها بخيوطه وبيرجعها تاني لهاري وبتنفجر قدام وش هاري، وبيخرج بعدها في الشارع وكانه ما عملش حاجه. وبيلاحظ ان الاخبار في الجرايد بتهاجم سبايدر مان، وبيعرف ان ايدي فابريك صور لسبايدر مان على انه شرير، وبيروح لجريده الديلي باجل وبيقابل ايدي وبيواجهه بالصور المزيفه، فايدي بيعرف ان هو اتكشف وبيترجاه ان هو ما يجيبش سيره لحد والا هيطرد من الشغل. لكن بيتر بيصمم ان هو يفضحه قدام كل الناس، وجيمسون رئيس التحرير بيطرد ايدي بعدها من الجريده وبينزل اعتذار لسبايدر مان في الصفحه الاولى. وفي نفس الوقت الدكتور بتاع بيتر في الجامعه بيكون عمل تجارب على السيمبيوت اللي بيتر اداله عينه منه، وبينصح بيتر ان هو ما يقربش منه ويتخلص منه فورا لانه خطير. لكن بيتر بيتجاهل كلامه وبيروح يسلم صور جديده لسبايدر مان لشيمسون رئيس التحرير، وبيشترط عليه ان هو يتعين في وظيفه ثابته في الجريده. وبيتر بعدها حاله بيتقلب على الاخر سبب الفينوم اللي بقى مسيطر عليه، وفلينت هو كمان بيتجمع وبيرجع من تاني بعد ما سبايدر مان دوبه في الميه في انفاق الصرف. وبيتر بياخد جوين بعدها وبيعزمها على العشاء في الحانه اللي ام جي رجعت تشتغل فيها بعد ما استغنوا عن خدماتها في التمثيل وبقت مش لاقيه شغل. وقبل ما ام جي تبدا فقره الغنى بتاعتها في المكان، بيتر بيبدا ان هو يعزف على البيانو وبيقطعها عشان يضايقها، وبيمسك جوين بعدها وبيرقص معاها قدام كل الموجودين. وجوين بتعتذر لام جي بعدها لما بتلاحظ ان بيتر تعمد ان هو يضايقها، وبتسيب بيتر وبتمشي بعدها من المكان. والحراس بيحاولوا انهم يطردوا بيتر بعدها بره المكان، لكن بيتر بيضربهم وبيضرب كمان ام جي بالغلط وبيوقعها على الارض، وبيبدا يلاحظ ان هو
بقى مش طبيعي من ساعه ما الفينوم بقى مسيطر عليه. فبيطلع يقعد فوق برج عالي الكنيسه، وبيتصادف ان ايدي بيكون موجود في نفس المكان ده، وبيكون بيدعي ساعتها ان بيتر يموت بسبب ان هو ضيع له مستقبله وكشفه قدام كل الموظفين اللي في الجريده. وبيتر ساعتها بيكون فوق البرج وبيحاول ان هو يخلع بدله سبايدر مان اللي فينوم مسيطر عليها، لكن بيفشل، والفينوم بيكون مسيطر على بدله بيتر وبيرفض ان هو يسيبه. فبيتر بيخبط نفسه في الجرس العملاق، وساعتها فينوم بيبدا يتاثر بموجات الصوت وقوته بتضعف، وايدي بيكون واقف تحت وبيشوف بيتر. وفينوم بيبدا ان هو يسيب جسم بيتر واحده واحده وبينزل على جسم ايدي، وبيبدا ان هو يلف حواليه لحد ما بيسيطر على ايدي تماما وبيسيب بيتر، وايدي بيتحول لوحش مخيف بعدها. وبيتر بيرجع لبيته بعدها بعد ما اتخلص من فينوم اللي بوظ له حياته، وعمته ماي بتزوره، وبيتر بيكون مكتئب وبيحكي لها انه ازاي بوظ حياه ام جي حبيبته، وماي بتطلب منه ان هو يروح يصالحها. وفي نفس الوقت ايدي بيكون بيتنقل بين المباني وهو متحول لفينوم، وفلينت بيشوفه وبيضربه لانه بيكون فاكره سبايدر مان، لكن ايدي بيقول له ان هو عاوز يتحالف معاه عشان يقتله سبايدر مان هما الاثنين. واللي بيحصل بعدها ان ايدي بيعمل نفسه سواق تاكسي وبيخطف ماري جين، وبيعلق التاكسي اللي موجوده فيه ام جي على ناطحه سحاب على ارتفاع 30 دور، والاخبار كلها بتبدا تنقل خبر احتجاز ماري جين، وبيقولوا ان اللي خطفها هو كائن اسود شكله مخيف. وبيتر بيشوف الاخبار وبيلبس بدله سبايدر مان بسرعه وبيروح لهاري وبيطلب مساعدته عشان يحرروا ام جي، لكن هاري اللي وشه اتصاب اصابه كبيره بسبب بيتر بيرفض ان هو يساعد بيتر، وبيتر بيسيبه بعدها وبيمشي. وساعتها المربي بتاع هاري بيقول له ان بيتر ما قتلش ابوه، وده لانه عرف انه الجرح اللي تسبب في موت ابوه كان بسبب مصل الحوامه الطائره اللي اخترعها، وان بيتر ملوش اي علاقه بموته. وبيتر بعدها بيوصل للمكان اللي ام جي محتجزه فيه، وكل الجماهير بتشوفه وبتحتفل بوصوله. بيروح بعدها عشان يحرر ام جي، لكن ايدي بيقابله وبيمسك ام جي وبيضرب بيتر وبيوقعه على شبكه بيكون عاملها من خيوطه، وبيكتف سبايدر مان على الشبكه دي وبيقول له ان هو عاوز يذله زي ما هو عمل معاه قبل كده، وتسبب في طرده من الشغل. وساعتها ام جي بترمي حجر على ايدي وبتعطله، وسبايدر مان بيقدر ان هو يحرر نفسه وبيضرب ايدي بعدها، وبيشتبكوا مع بعض هما الاثنين لحد ما بيتر بيقع على الارض، والعربيه اللي محبوسه فيها ام جي تقع من فوق، لكن ام جي بتقدر انها تعلق نفسها في خيوط فينوم. وفجاه كميه كبيره من الرمل بتبدا انها تتجمع وبتتحول لوحش عملاق، وبيكون الوحش ده هو فلينت اللي متفق مع فينوم ان هو يظهر عشان يخلص على سبايدر مان معاه، واللي بيهجم على سبايدر مان بعدها، لكن سبايدر مان بيقدر ان هو ينوره وبيهرب منه. وساعتها بيظهر فينوم وبيكتف سبايدر مان بالخيوط بتاعته في عمود حديد، وفلينت بيبدا ان هو يضرب سبايدر مان بكل قوته، وبيتر بعدها قوته بتنهار. وقبل ما فلينت يوجه ضربه قاضيه لبيتر، هاري بيوصل باللوحه الطائره بتاعته وبيرمي قنبله على فلينت وبيفجر راسه، وبيضرب ايدي هو كمان بالحوامه بتاعته وبيبعده عن بيتر. وبيتر بيقول لهاري ان هو وصل في الوقت المناسب، وبيشتبكوا هما الاثنين بعدها مع ايدي وفلينت، وهاري بيقدر ان هو يحرق ايد فلينت وبيحولها لازاز وبيكسرها بعدها بالحوامه بتاعته، وام جي بتقع بعدها من فوق بعد الانفجار، لكن هاري بيقدر ان هو يمسك بيتر وبيوصله ليها وبيساعده ان هو ينقذها. وبيتر بيمسك ام جي وبيوصلها لمكان امن، وبيطير بعدها عشان يساعد هاري اللي بيكون بيشتبك مع فلينت. وهاري بيضرب على فلينت صاروخين من اللوحه الطائره بتاعته، وبيقدر ان هو يدمر فلينت وبيحوله لتراب بعدها. ويدي بعدها بيظهر قدام سبايدر مان وبيضربه، وبيقدر ان هو يكتفه وبيستعد عشان هو يخلص عليه. وبيتر ساعتها بيطلب من ايدي ان هو يخلع البدله دي لان فينوم هو اللي مسيطر عليها، لكن ايدي بيرفض كلام بيتر وبيحاول يقتله. وساعتها بيوصل هاري وبيقدر ان هو يجرح فينوم وبيبعده عن بيتر، لكن ايدي بيوقع بيتر من على الحوامه بتاعته وبياخدها بعدها وبيحاول انه يقتل بيها بيتر. وساعتها هاري بيقف بسرعه قدام بيتر عشان ينقذه وبياخد الطعنه مكانه. وبيتر ساعتها بيفتكر ان موجات الصوت العاليه هي نقطه ضعف فينوم، فبيمسك مواسير معدنيه وبيبدا ان هو يغرسها في الارض وبيعملها زي سجن الفينوم، وبيبدا يخبط عليها بمواسير حديد، والموجات السوداء فعلا بتبدا ان هي تبعد فينوم عن ايدي. وبيتر بيقدر ان هو يمسك ايدي بخيوطه بعدها وبيخرجه بره المجال اللي حبس فينوم جواه، وبيخرج قنبله من اللوحه بتاعت هاري وبيرميها على فينوم. وفي نفس الوقت ايدي بيكون متمسك بفينوم وبيجري عشان ينقذه قبل ما يموت، لكن ايدي بيموت بعدها مع فينوم بسبب الانفجار، وبيتر ما بيلحقش ان هو ينقذ ايدي. وفلينت بعدها بيظهر من تاني وبيقابل بيتر وبيعترف له ان هو قتل عمه بالغلط، وبيقول له ان هو كان هيسمع كلام عمه وهيرجع لبيته زي ما نصحه، لكن الرصاصه خرجت من مسدسه بالغلط وقتلت عم بيتر. وبيطلب من بيتر ان هو يسامحه، وبيتر فعلا بيعمل كده وبيقول له ان هو مسامحه، وفلينت بيختفي بعدها. وهاري صديق عمر بيتر بيموت بين ايدين ام جي بسبب الطعنه اللي خدها مكان بيتر، وبيتر بيحزن جدا عليه هو وام جي، وبيروح بيتر بعدها لام جي في المكان اللي بتشتغل فيه وبيكملوا حياتهم مع بعض.
كده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم تنساش شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد.